البلاي ستيشن ده جالي وصاحبه بيقول ان صوته بقى عالي قوي، وكمان قال لي ان عمره ما فك الجهاز ده ولا نضفه، وان الجهاز معاه من 2015. ان شاء الله في حلقه النهارده هنعرف ازاي تفك جهاز البلاي ستيشن 4 فات، وازاي تنضف المروحه من التراب اللي فيها وتغير المعجون الحراري اللي على البروسيسور. الاول بس قبل ما نعمل اي حاجه في الجهاز عايز اسمعك صوته كان عامل ازاي، وان شاء الله في اخر الفيديو هنسمع صوت الجهاز بقى عامل ازاي. خلينا بقى نبدا على طول. عشان نفك الغطا بتاع الجهاز هنسحب الجزء الاولاني اللي هو باين قدامك في الصوره ده لبره كده واحده واحده بالراحه خالص، وهيتفك من مكانه. طبعا شايف التراب قدامك عامل ازاي، حرفيا البلاي ستيشن مقبره. بعد كده هنفك مسمار الهارد زي ما انت شايف كده، مسمار صليبه عادي خالص. بتفك المسمار وبعد كده بتشد الهارد لبره زي ما انت شايف. طبعا الهارد متنيل ومليان تراب، فاحنا هنمسحه واحده واحده كده ونمسح المكان اللي احنا فكناه، وهنسيب تنظيف القطعه كلها للاخر خالص. اصلا بعد ما مسحنا وحاول انضف بالفرشه كده شويه عشان التراب يطلع اللي لازق وكده، جه وقت ان احنا نفك الغطا بتاع الجهاز من ورا. هتيجي من ورا كده هتلاقي اللزق اللي محطوط ده، هتشده باي حاجه لو عايز تفضل سايبه مكانه بعد كده، وتفك المسمارين اللي هيظهروا قدامك. طبعا المسامير دي كلها مسامير نجمه، فانت محتاج مفك نجمه. بعد ما فكيت المسامير هتدخل اي حاجه حرفها كده تحت الغطا وتشد الغطا لفوق، هيطلع معاك زي ما انت شايف. هتشده بس وتسحبه. طبعا مليان تراب زي ما انت شايف، فاحنا لازم ننضفه. عشان نفك بقى الباور سبلاي فبيكون عليه الكفر او الغطا ده بمسمارين صليبه طوال، فمحتاجين نفك المسمارين عادي باي مفك صليبه صغير. بعد كده بترفعهم. خلي بالك بس عشان المسامير دي طويله قوي والغطا ده نفسه رفيع. بعد كده عشان تفك الباور سبلاي هتفك المسامير اللي انت شايفها قدامك دي، برده بتكون مسامير على شكل نجمه. اغلب المسامير اللي في الجهاز على شكل نجمه. بعد ما تفك الباور سبلاي بتدخل تحتيه اي حاجه رفيعه برده وبتخلعه من مكانه بالراحه، بس خلي بالك علشان في سلك واصل فيه وفي سنون تحتيه. بتفك السلك عادي خالص بتشده من مكانه، والسلوك الصغيره اللي تحت دي بتسحبها برده من مكانها واحده واحده، بس ركز ان انت لازم تمسكها من المكان الازرق. بعد كده عندنا الانتنه بتاعت الواي فاي، السلك بتاعها الرفيع الاسود ده بتشده برده من مكانه بالراحه لفوق كده. بعد كده بنسلكه ونطلعه من السير بتاعه، وبنفك الانتنه ذات نفسها برضو بمسمار نجمه. بعد ما فكينا الانتنه بنشيلها عادي، وفي هنا عندك كابل برضو صغير بتخلعه برضو بتمسكه من الجزء الازرق. بعد كده بنفك بقى السي دي روم ذات نفسه، برضو المسامير بتاعته نجمه. بتفكها من مكانها بالراحه واحده واحده زي ما انت شايف كده، وبترفعه من مكانه بيطلع معاك كله. اتاكد بس الاول ان انت فاكك الكابلات بتاعته زي ما احنا فكناها في الاول. بعد كده بتقلب الجهاز بقى، وبيجي هنا دلوقتي دور ان انت تفك الجزء الغطا الثاني. بتفك المسمارين دول وبتسحبه نفس السحبه بس واحده واحده، وانت بتطلعه علشان بيبقى شابك من قدام شويه، يعني زقه سنه لقدام وارفعه هيطلع معاك بسهوله. طبعا الجهاز مليان تراب زي ما انت شايف. هيكون عندنا كابل صغير في ناحيه المروحه كده برضو بتفكه بنفس الطريقه، والكابل ده كده احنا فكناه من تحت ومن فوق فهيطلع معاك. هنا هنشيل الزرار بتاع الباور، بترفعه بس كده سنه صغيره وبتشده من مكانه وبيطلع معاك. بعد كده هنبدا نفك الكفر الاسود الصغير ده مغطي جزء من البورده بمسمارين بيتفك. بعد كده تحتيه قطعه معدن صغيره بتشيلها بايدك بس، وتاكد ان الحاجات دي تفضل معاك. بعد كده نفك الكابل بتاع المروحه، بتشده ببنزه او باي حاجه عشان ممكن ما تعرفش تمسكه. بعد كده نفك الفلتر بتاع الهواء زي ما انت شايف، هو مصدي ومليان تراب، بنفكه وليه 4 مسامير بيتفك. بعد كده بقى بنبدا نفك الغطا بتاع الكفر اللي في ظهر البورده. مساميره كتير شويه، بس بعد ما تفك كل المسامير هم مقسومين ما بين مسامير صليبه ومسامير نجمه. بعد ما بتخلع كل المسامير بتشيل الغطا بتاع البورده. خلي بالك عشان بيكون لازق فيه السيرمال باد اللي بتوصل على البورده، لو فيهم واحده واقعه او حاجه خليها معاك. طبعا مليان تراب زي ما انت شايف. بعد كده بنفك الجزء اللي بيبقى ضاغط على البروسيسور علشان يلمس الهيت سينك، بنفكه يمين وشمال عادي خالص. بعد ما بتفك بترفعه من مكانه، بيكون تحتيه القطعه الثانيه دي. حاول ترفعها، لو ما طلعتش معاك خليها، ولما كده لما نشيل البورده هتطلع. وانت بتفك البورده خلي بالك بالراحه خالص، هي ما تكونش مربوطه بمسامير. خلي بالك وانت بتفك البورده ما تكونش مربوطه باي مسامير. حاول ترفعها من مكانها كده بالراحه من قدام من ناحيه اليو اس بي، ومن ورا اسحبها بس عشان المداخل بتكون داخله ليها شاسيه كده. اسحبها من مكانها هتطلع معاك بالراحه خالص. وزي ما انت شايف لما قلبتها وقع الجزء اللي كان ماسك ما كانش راضي يطلع. كده احنا طلعنا البورده معانا. كده احنا مش فاضل غير حاجات بسيطه خالص في الجهاز. هنفك الهيت سينك من مكانه، بيكون مربوط بالثلاث مسامير اللي انت شايفهم دول. هتفكهم بس وهترفعه من مكانه بسهوله خالص. كده احنا رفعنا الهيت سينك من مكانه، وطبعا مليان تراب زي ما انت شايف. هو ده اصلا اللي مخلي الجهاز يعلق ومخلي الجهاز بيسخن جامد وبيعمل صوت عالي. بعد ما فكينا الهيت سينك من مكانه هنفك المروحه، ودي اخر حاجه. هي بتكون مربوطه بمسمار واحد، هتفكه وبعد كده ترفع المروحه من مكانها. طبعا زي ما انت شايف برده المروحه مليانه تراب ومتبهدله. كده مش فاضل غير الهيكل البلاستيك بتاع البلاي ستيشن. هنبدا بقى ننظف الحاجات. هنمسح كل حاجه بلاستيك بقماشه عادي، وهمسحها برده بالفرشه عشان اطلع التراب اللي فيها. وخلي بالك وانت بتمسح
تمسح اي حاجه تشبك في حاجه وتكسرها. نمسح المروحه عادي خالص بالراحه، بس خلي بالك من الكابل، ولازم يكون معاك فرشه عشان برضو تعرف تطلع التراب من الاماكن الضيقه. هنمسح برضو الغطيان بتاعت البلاي ستيشن، بقيه الغطيان، الغطا اللي قدام من فوق، وهنمسح برضو الجزء اللي بيكون راكب على البورده من ورا. وخلي بالك عشان السيرمال باد او الحته السودا دي ما تضيعش منك. هنمسح الهيت سينك كويس، طبعا ومليان تراب زي ما انت شايف، التراب داخل فيه من جوه ومن بره. هنمسحه كويس، ولو معاك بلاور يستحسن ان انت تنفخه، انا نفخته برضو بس ما صورتش الجزء ده. هنمسح برضو الهيت سينك من الناحيه الثانيه، وبيكون عليه المعجون زي ما انت شايف. لازم تبل اي منديل او قطنه بكحول وتمسح الجزء بتاع المعجون ده، علشان هنحط معجون جديد. لازم تمسح الجزء ده كويس عشان المعجون القديم كله يطلع من مكانه. بعد كده هنمسح السيد روم، وخلي بالك علشان السلوك اللي قدامك دي رفيعه قوي ممكن تتقطع بسهوله. همسحه بالفرشه كده بالراحه بس عشان التراب اللي فيه يطلع. وخلي بالك برضه عشان ظهره كله اجزاء ميكانيكيه ممكن تبوظ لو انت خبطتها جامد. هنمسح الغطا اللي باقي بتاع البلاي ستيشن، الغطا الثاني، وهنمسح الفلتر ده مصدي طبعا مفيش حل فيه، بس انا مسحته كده بس عشان ايه يبقى شكله كويس. هنمسح الباور سبلاي برضه من التراب، طبعا الباور سبلاي بيكون مليان تراب زي ما انت شايف كده عشان فيه تفاصيل كتير. وهنيجي دلوقتي للبورده، لو معاك اكاي حاول ترش عليها اكاي بالراحه وتمسحها برضه الفرشه اللي معاك، ده هينضف البورده ويخليها بتلمع زي ما انت شايف كده. وما تخافش الاكاي الازرق ده مش بيحرق القطعه ولا حاجه. ظهر البورده برضه كان مليان تراب، مسحت التراب ورشتها. امسح السوكيتات برضه ورشها بالاكاي لو معاك، علشان كل حاجه تبقى معاك تمام وما يكونش فيه تراب جوه اي سوكيت. دلوقتي بقى هنشيل المعجون الحراري اللي هيكون على البروسيسور القديم، طبعا ناشف زي ما انت شايف. بعد ما تشيله بقطنه كده من الجناب هتجيب منديل وتبله كحول وتمسحه. طيب انا كده نظفت البورده تماما، وكده بقى المعجون الحراري متشال وكل حاجه جاهزه ان هي تركب من جديد. هنركب بقى المروحه من جديد، هنعيد نفس الخطوات كلها بس بالعكس. هنركب المروحه ونربطها بالمسمار بتاعها. بعد كده نحط الهيت سينك في مكانه. وخلي بالك اي حاجه وانت بتركبها بيكون ليها كده زي حروف بلاستيك بتطلع، دي لا طالما دخلت في مكانها فخلاص انت كده مركب الحاجه صح. هنربط المسامير عادي. بعد كده هنحط المعجون الحراري على البروسيسور. محتاج يكون معاك معجون حراري كويس، وتحط نقطه صغيره خالص زي ما انت شايف كده قدامك. بعد ما حطيت المعجون الحراري في مكانه هحط البورده في مكانها، وادخل اماكن السوكيتات في مكانها في الشاسيه زي مكان الدخل. هتدخلها من ورا الاول، وبعد كده المكان بتاع اليو اس بي هينزل في مكانه وكده تمام. اتاكد برضو ان الحروف البلاستيك دي دخلت في مكانها علشان تتاكد انت مركب كل حاجه صح. بعد كده هنركب الغطا اللي بيركب على البورده من ورا، اللي هو الجزء اللي بيزق البروسيسور ناحيه الهيت سينك. هتركبه تحط مسمارين وتربط رابطه يمين ورابطه شمال واحده واحده لحد ما الاثنين يوصلوا لاخر وما تشدش عليه جامد. بعد كده هنحط الجزء اللي هو بيكون عليه السيرمال باد. في السيرمال باد دي كانت واقعه فانا هحطها في مكانها الاول، وبعد كده احط الغطا عليها في مكانه. طبعا برضو الغطا ده بيتحط بنفس الطريقه، فيها اجزاء بلاستيك صغيره بتخش في مكانها علشان تتاكد ان انت ركبته صح. ومهم خالص تخلي بالك ان كابل المروحه طالع بره مش نازل تحت الغطا ده. بعد كده هنبدا نربطه بالمسامير بتاعته، وهي كتير شويه ولازم انت تكون فاكر كل مسمار انت كنت فاكه منين، ولازم تحافظ على كل المسامير اللي معاك. بعد كده هنركب الفلتر بتاع الهواء ده، هو بيركب باربع مسامير، 3 صليبه وواحد مسمار نجم عادي. وبعد كده هنحط الزرار بتاع الباور في مكانه بنفس الطريقه اللي فكناه بيها. هتدخله بس مكانه كده، وهو بيكون ليه حرف صغير كده بيطلع فوق البورده، ليه مكان زي خرم في البورده كده. طيب دلوقتي هنركب الهارد تاني. هندخل هارد في مكانه، والمكان بتاع المسمار بيكون لبره. هتزقه بس في مكانه كده، هو بيركب لحد ما يتك التكه بتاعته دي. بعد كده تربط المسمار عادي جدا في مكانه. بعد كده بتوصل الكابل بتاع المروحه بالراحه في مكانه، وحاول تزقه باي حاجه بس خلي بالك تقطع السلوك لان هو لازم يدخل للاخر. بعد كده هيكون عندنا الكابل اللي احنا كنا فكينه في الاول ده. الكابل اللي احنا لما فكناه ده طلع من ناحيتين، ده هتجيبه الجزء اللي هيكون متني، هو ده الجزء اللي هيكون فوق مكان ما احنا بنركب كده. هتمسكه برده من الجزء الازرق وتدخله في مكانه بالراحه خالص. هنقفل برده الغطا الصغير اللي كان موجود على جزء من البورده. هتحط الاول الحته المعدن اللي كانت محطوطه في مكانها بنفس الشكل، وبعد كده هتجيب الغطا البلاستيك ده تاني وتركبه في مكانه. بيركب بمسمارين، هتركب المسمارين وكده انت تبقى تمام. دلوقتي هنقلب الجهاز علشان نركب السي دي روم والباور سبلاي وبقيه القطع. بعد ما قلبنا الجهاز هنجيب السي دي روم ونحطه في مكانه عادي خالص. لازم السلوك تكون متجهه في نفس الاتجاه بتاعها، الجزء اللي هو ظاهر من البورده. هتنزل السي دي روم، والسي دي روم بيتربط باربع مسامير نجمه، هتربطهم عادي خالص. بعد ما ربطت المسامير عندك هتوصل السلك اللي انت عديته من تحت ده، هتوصله في المكان بتاعه تاني زي ما انت شايف كده. وبرده اتاكد ان انت ماسكه من الجزء الازرق علشان ما يتكسرش منك. بعد كده هنركب الانتنه بتاعت الواي فاي، هتحطها في مكانها يكون لها كده مكان بلاستيك بتحطها فيه، تربط المسمار بتاعها وبتعدي السلك في نفس السير بتاعه لحد المكان بتاع البورده اللي ظاهر. بتحطه في مكانه وبتضغط عليه بس ضغطه بسيطه خالص، هو بيركب في مكانه. يعني الموضوع سهل خالص. نفس الكلام السلوك الثانيه دي تمسكها من الجزء الازرق وتدخلها في مكانها. السلك اللي في النص التخين ده بعد ما بتدخله في مكانه دوس على الكفر البلاستيك اللي حواليه الاسود ده لتحت سنه بس كده، هتلاقيه بينزل معاك علشان يركب. نفس الكلام السلكين اللي باقيين بتدخلهم في مكانهم بالراحه خالص، وبتتاكد ان هم ركبوا. الموضوع بسيط خالص، ما تعرفش عليهم علشان هم ضعاف جدا وممكن يتكسروا او يتقطعوا منك بسهوله. دي حاجات مسؤوله عن السي دي روم. بعد ما تركب الحاجات دي بتوصل الكابل بتاع الباور سبلاي وتاكد ان هو دخل جوه، لان هو ليه دخله معينه لازم تزقه بحاجه علشان يركب. وخلي بالك برده على السلوك. بعد ما بتركبه بتعدي السلك بالراحه تحت بالراحه، وبعد كده بتنزل الباور سبلاي في مكانه، بتلاقيه نزل معاك ورقت في مكانه عادي خالص. بعد كده بتركب الكفر بتاعه اللي هو بمسمارين طوال دول، بتركبه عادي خالص، بتنزله في مكانه كده زي ما انت شايف، وبتربط على المسمارين.
المسمارين. بعد ما بتربط على المسمارين بتربط بقى المسامير بتاعه الباور سبلاي اللي هي مسامير نجمه، هوريك برده مكانها. بعد كده بتجيب الكفر او الغطا بتاع البلاي ستيشن عادي خالص وتركبه من ورا لقدام كده زي ما انت شايف وتنزله في مكانه بيركب. هنربط المسمارين اللي هم مسمارين سود مفيش غيرهم اللي هم نجمه بتوع الغطا من ورا، هتربط مسمار منهم ونجيب الغطا بتاع قدام نقلب الجهاز ونركب الغطا الجزء الاولاني من الغطا اللي هو الجزء الكبير ده لازم يركب الاول. بعد كده بتربط المسمارين بتوعه زي ما انت شايف وبعد كده بتجيب الجزء الاخير وبتحطه مكانه، ده بيركب كابس مش بيتربط بالمسامير. وبكده انت تكون ركبت الجهاز. ما تنساش بس تلزق اللزق اللي انت كنت شايله من ورا اللي مغطى على المسامير ده، يعني هو ملوش لازمه بس علشان ترجع كل حاجه زي ما كانت. وبكده انت تكون ركبت كل حاجه في الجهاز والجهاز معاك زي الفل. وبكده نكون خلصنا تنظيف الجهاز. تعالى بقى اسمعك صوت الجهاز بقى عامل ازاي بعد ما نضفناه. عايزك تاخد بالك ان في فرق في اجزاء الجهاز الداخليه ما بين النسخه اللي هي الكفر بتاعها مط وفي نسخه تانية الكفر بتاعها جلوسي. فانت لو عندك النسخه اللي هي الغطا بتاعها بيلمع بيكون فكها وتركيبها غير النسخه اللي انا جربت عليها النهارده. بالمناسبه النسخه دي هي يعني هي الاجدد، هما الاثنين نفس الامكانيات ونفس المواصفات بس النسخه دي نزلت بعد النسخه الثانيه. لو جربت بقى الموضوع ده فقول لي ايه المشاكل اللي واجهتك اثناء ما انت كنت بتفك او بتركب الجهاز. لو عجبك الفيديو او استفدت ما تنساش تعمل لي لايك وسبسكرايب، ولو عندك اي سؤال او تعليق سيبولي في كومنت وانا هرد عليك على طول. كان معاكم يوسف، اشوف وشكم على خير، مع السلامه.